مساء الخير يا جماعة. الفيديو ده من وجهة نظري أنا بس موجه أكتر للبنات. كل علاقة ليها ظروف، عشان كده مفيش كتالوج في العلاقات. بس أنا هتكلم النهاردة بشكل عام شوية، مش هحط قواعد ولا هتكلم على حد. أغلب الناس دلوقتي كل همهم إنهم يحبوا، وطول ما انت عايز تحب هتبقى مندفع، مش هتشوف حاجات كتير في اللي انت بتحبه، وممكن يكون ما ينفعكش من اساسه عشان مراية الحب عمياء. وخصوصا بقى في زمن كل حاجة بقت موجودة، السوشيال ميديا موجودة والقصص والافلام اللي بتجيب لنا الحاجات ديت. انا بقول الكلام ده للبنات لان عاطفتهم اكبر وغالبا مشاعرهم هي اللي بتوجههم من غير ما تشوف الحقيقة او المنطق اللي بيقوله. وخصوصا ان في نسبة منهم ونسبة كبيرة جدا للأسف بتتأثر بكلام الأفلام والبلوجرز اللي بيجي قدامها. العلاقات بتبقى متأثرة بعوامل أكبر، وأهمها الكلام اللي أنا أقوله لك ده: النصيب، وده قدرك، واللي مكتوب لك هتاخده، وإنك تاخد بالأسباب. ربنا خلق ليك مخ وعين عشان تشوف وعشان تفكر وتحلل اللي قدامك وتشوف هو مناسب ليك ولا لأ. انتوا عارفين المصيبة اللي البنات بتعملها؟ انهم وقت الاختيار مش بيشوفوا اللي قدامهم، لان وقت الاختيار ده المفروض تقلل مشاعرك شوية عشان تشوف اللي قدامك كويس. لكن بقى اللي بيتعمل انهم بيزودوا في المشاعر، فبيقعدوا بقى يقولوا شعارات الحب. وللأسف اللي بيحب ما بيشوفش، يقعدوا بقى يقولوا الحب أهم حاجة وأنا أقبله على عيوبه، لحد ما يجي وقت الجد ويتجوزوا، وبعدها غصب عنك تشوف العيوب وهتظهر على حقيقتها. علشان الحب مهما كانت فيه العلاقة قريبة، هي إن اتنين يتقفل عليهم باب ويعيشوا مع بعض. ولو بحبه بقى مش هشوف عيوبه، دي جملة مش حقيقية ومش واقعية. معلش يعني مستحيل اللي انت ما تشوفش عيوب اللي قدامك، في عيوب مستحيل اللي انت تعيش معاها. لكن بقى زي ما قلت، فتحة الصدر ديت ورفع شعارات الحب ديت بتكون اخرتها وحشة بنسبة كبيرة. الحب عمره ما كان سبب كافي للجواز، لان اصلا ممكن تحب بدل المرة 10. في اسباب كتير قوي بتكون اهم من الحب في الجواز. الجواز مش زي الارتباط، الجواز مش حب ومحن وهدايا، الجواز مسؤولية. اصلا من اللي انا بشوفه اغلب المرتبطين مش عارفين هم عايزين ايه من الجواز. الجواز مسؤولية مادية ومعنوية ومشاكل وتدخلات من الاهل وحاجات كتير. الراجل اللي معاكي ده اخلاقه عاملة ازاي؟ بيعمل ايه لما يتعصب؟ ممكن يمد ايده عليكي، يشتمك، يهينك؟ علاقته عاملة ازاي مع اهله؟ وعلاقته مع الناس عاملة ازاي؟ عاداته اللي بيعملها انت متقبلاها؟ مفيش اتنين شبه بعض بشكل كامل، بس الاختلاف ده بيكون في حدود المقبول. العلاقات مش زي الفيزياء، ما ينفعش احط قطب موجب جنب قطب سالب واستنى يكون في بينهم تفاعل، مستحيل. اللي بيحصل ان المشاعر بتكون مسيطرة والبنت بتقول عادي الاختلافات ديت انا هتعايش معاها. مستحيل هتقدري، لان ديت قناعات جت جوه دماغكم انتوا الاتنين ومش هتتغيروا في كام سنة. لازم أن يكون في استقرار مادي، عنده وظيفة يقدر يشتغل، يقدر يصرف عليكي، أهله ما بيصرفوش عليه. الحب مش هيأكلك ولا هيأكل ولادك لما يجوعوا. من حقها تعمل إيه بالحب والطرف التاني مش محترم، مش بيقدرك ولا بيقدر اللي انت بتعمليه. مثلا قولي لي هتعملي إيه بالحب وهو بخيل مثلا؟ قول لي هتعمل إيه بالحب وهي مش قادرة تربي ولا تهتم بيك ولا بولادك؟ في دراسات كتير أثبتت إن الحب بيقل بعد 3 أو 5 سنين من الجواز بسبب الروتين والملل والمسؤولية بتاعة الجواز. علشان الجواز مش مشاعر بس، خصوصا يا جماعة ان هي ديت علاقة طويلة 50 60 سنة، مش سنتين وخلاص. طبيعي هتزهق والحب هيقل، واللي هيفضل بس الاحترام والعشرة. الحب مع مرور الوقت هيتحول لتعود. بصي بقى، النقطة ديت بتكون موجودة في أغلب الرجالة، إنهم بيحبوا يتحكموا ويفرضوا رأيهم على البنت في أي كبيرة وصغيرة بدون تفاهم. ودي حاجة صعبة هتخليكي تكرهي نفسك وتكرهيه مهما كان حبك ليه. استحملت حاجات كتير قوي ومشاكل، هيجيلك وقت وتكرهيه مهما كان حبك ليه. مهما كنت بتحبيه واستحملت عشانه، استحملت حاجات كتير قوي ومشاكل، هيجيلك وقت وطاقتك ديت هتخلص ومش هتقدري تتحملي بعد كده. الطفل لما بيتولد مش بيختار امه، بس بيحبها مع الوقت عشان حمايتها ليه، عشان هي مهتمة بيه، عشان حاجات كتير قوي. عشان كده انا بقولك الحب بيجي بعد الجواز عادي خالص، بيجي بالحنية والعشرة والرحمة. والغريب اللي الناس بعد علاقات الحب ديت بيكتشفوا انهم ما كانوش بيحبوا، وان ده كان مجرد اعجاب. الحب رزق هيجيلك في وقته، مش عشان انت عايز. فبلاش بقى رغبتك في الحب ديت تعميك عن حاجات كتير ممكن تيجي على حساب روحك بعد كده. عايز اقولك انه مستحيل ان انت هتقعدي مع واحد وانت مش حاسه ناحيته بالقبول، والشخص اللي هتقولي عليه مناسب
مستحيل تكوني مش متقبلة، والتقبل بداية التعلق، والتعلق بداية التعود، والتعود بعد كده بيجي بعده الحب. الفكرة ان البنات دماغهم ناشفة وبيعندوا بيحطوا فكرة واحدة بس في دماغهم، انهم عايزين يتجوزوا عن حب، مهما كان بقى هو مناسب ولا مش مناسب. حتى لو قابلت حد هي مش بتحبه واتجوزته هتتطلق منه عشان مش مدية نفسها فرصة انها تحبه. هي كل اللي في دماغها انها تحب، ومع اول مشكلة هتحصل بينهم هتطلب الطلاق. فكرة الجواز عن حب مسيطرة عليها مهما كان الشخص اللي قدامها ده ايه. وغالبا البنات ديت بتلبس خازوق جامد قوي في الاخر. هقولك تاني يا جماعة، الحب ده رزق هيجيلك في وقته، مش هيجيلك عشان انت عايز. في الاخر بقى يا احلى اخوات، انا عايز اقول لكم على حاجة. ما بين الحب والكره 100 احساس، لا هو حب ولا كره. زي التعود والتعلق كده، نص الحب تعود والنص التاني بتاعه تعلق. سلام يا احلى صحاب.